انت قلتي ان السبب الاساسي انا في البيت مش حنينين، وانا لقيت البيت التاني فيه دفع حنية، فتصورت بمحدودية المعلومات اللي عندي ان هو يبقى حنين عليا. صح. ايه الغلط في ده؟ مفيش غلط. فاهماني؟ انا ما كانش عندي وعي، فافتكرت ان لو عملت ده هيبقى الدنيا تمام. فلما بقى عندي وعي فهمت ان هو ما ينفعش. ينفع الوم على نفسي بوعي النهارده على قرارات امبارح؟ لا. فانا بابا قال لي نصايح، وانا علاقتي ببابا متوتره بسبب ان هو مش حنين عليا. فافتكرت ان هو من بقيت باب الحنيه مستكتر عليا ان الاقي انسان كويس. بعد كده لقيته هو بايظ شويتين، بيشرب بيعمل، بس عيلته حنينه، فاكيد عيلته هتبقى واقفه في صفي، واكيد هتخليه يبقى احسن ليا. فلما جيت جربت لقيته ما عملش كده، فاكتشفت انه غلط ومشيت. انت عاوزه بقى تلومي على نفسك انا ليه ما سمعتش كلام من اول مره؟